السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابتسام. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنهاردة معانا وصفة جميلة جدا. لو عندك صدور فراخ تعالي اقولك نعمل فيها ايه بدل البانيه اللي بيشرب الزيت الكتير. احنا هنقطعهم حتت كده صغيرة كأنك هتعملي شاورما، وتحطي عليهم بطاطساية كده كبيرة او بطاطستين كبار وتبشريهم كويس، ونحط عليهم فصين توم، ونهرس بصلايه كويسه قوي كده في الكبه، تكون خفيفه كده، بصلايه صغيره. ومعانا فلفل الوان نحط عليهم برضو نص كوبايه دقيق، ونحط التوابل بقى الملح وكاري وجنزبيل وبهارات فراخ. وعلى فكره في بيض كمان، في بيضتين كده هنحطهم دلوقتي، بس انا نسيت احطهم في الاول، مفيش مشكله منهم يعني. وارد تقولي لي لو الوصفه عجبتك، اكتبي لي في التعليقات. ومعانا شويه خل كمان كده، معلقه خل صغيره. كل ده وتتقلب كويس قوي. بصي بيضتين اهم. نسيت اقولك ان دول ربع كيلو فراخ، ربع كيلو بانيه. تحط عليهم كل دوت هيطلع معاكي كميه كويسه حلوه، وتقلبيهم كويس قوي مع بعض. ومعانا زيت يتسخن كويس على النار. بعد كده بدأنا نحطه بقى كده اهوت بمعلقه كده على النار بالراحه. على فكرة هي سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، وبسيطة، وتنفع عشاء بالليل لاولادك. انتي محتارة مثلا تعشيهم ايه تطلعيه لو عندك بانيه ومحتارة فيه تطلعيه وتقطعيه وتعمليه للعشاء، هيبقى جميل جدا. وفي الغدا كمان جنب مكرونة يبقى لذيذ، وبطاطس مقلية يبقى جميل جدا على فكرة، وسهل وبسيط وسريع، ما اخدش وقت خالص. وياريت ما تنسيش الاشتراك، ولو عجبك الفيديو تكتبي لي تعليق حلو كده وتفعلي زر الجرس. ودلوقتي هتشوفي النتيجة عاملة ازاي. وكان فعلا ريحته جميلة جدا وطعمه كان تحفة قوي. بصي شكله جميل قوي ازاي، ومن جوه مستوي كده وجميل وطعمه حلو قوي وريحته تحفة. ودي كانت النتيجة النهائية بتاعته. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تكتبي لي كومنت جميل وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.